ازيكم حبيباتي؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا جدا. النهارده بقى عندنا فيديو تشجيعي. هتتشجعي معايا انك تحضري معايا حاجات بسيطه هتنفعك في البيت. انا جايبه معايا شويه حاجات كده بسيطه من السوق، هنعملها مع بعض. بس قبل ما نبدا الفيديو ما تنسيش تصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. اشتركي معايا في القناه وفعلي زرار الجرس عشان يوصلك كل جديد بقدمه معاكي، وحطي لي لايك وكومنت يشجعني معاكي كده. ويلا بينا نبدا مع بعض الفيديو. انا جبت معايا طماطم وبتنجان، بتنجان اللي هو بيتقلى، وفلفلة، دي جوافة. ومعايا البتنجان اللي بيتقلى، ومعايا فلفلة اللي هي الشطة، وفلفلة رومي عادي، وألوان. بس أنا جبت الأحمر. ومعايا طماطم كنت جايبة 4 كيلو، عايزة أعملهم صلصة. وده لفت قلت عشان أملحه. وجايبة خيار، وده ليمون، وده البتنجان اللي هو بيتحشى، جايباه عشان أحشيه. وده رمان. وما عنديش توم فجبت معايا توم، جبت نص كيلو بس. ودي صابونة الغسيل، مبستغناش عنها بصراحة، حلوة اوي. هبتدي هنا ان انا هغسل الطماطم وهقطعها، وهبتدي ان انا اعصرها. وهكون محضرة معايا حلة فيها زيت، وهحط عليها البصلة. انا بعينها كده بصراحة في الفريزر، بعمل لها البصلة بتاعتها وبحط لها التوابل بتاعتها كلها عشان تبقى جاهزة على طول على الطبيخ. هنا حطيت البصلة وبحط عليها الزيت، وهسيب البصلة لحد ما تتحمر شوية. وحطيت معاها سمنة، معلقة سمنة. لحد ما تبتدي ان هي بس تصفر كده معايا شوية، وهنزل عليها بالطماطم. هبتدي ان انا انزل بكمية الطماطم كلها، والاول بسيب النار عالية عليها لحد ما تبتدي تغلي، وبعد كده بوطي بقى النار عليها واسيبها براحتها بقى تتسبك. وبحط لها معلقة بس ملح، مبزودش. وحطيت لها كمون، معلقة كمون ومعلقة فلفل. ودي معلقة سكر بس عشان تعدل ما بين الملح والطماطم، تعمل حدويتها. وهنا غسلت البتنجان وقطعته، رشيت عليه شوية ملح عشان ما يشربش معايا زيت كتير. هنا هبتدي ان انا اقليه. وهطلعه على طبق فيه مناديل عشان يشرب الزيت بتاعه.
وبعد ما اقليه هنزل بعد كده بالفلفله. هبتدي ان انا اقلي الفلفله بعده. كده انا خلصت كميه البتنجان كلها. هبتدي بقى ان انا انزل بالفلفله، والفلفله ما بتاخدش وقت على النار. ده الزيت اللي بعد ما الفلفله اتقلت، حطيت عليه معلقه توم وهسيبها تصفر شويه. هكون مقطعه طماطم مكعبات صغيره، دي اللي انا هحطها على البتنجان والفلفله. هقطع الطماطم مكعبات وهنزل على التومه. وهقلبها معاها لحد برضو ما تتسبك شويه معاها، والطماطم تبتدي ان هي تدبل. واحط لها ملح وفلفل وكمون وخل. الملح بقى على حسب الرغبه بتاعتك. وهسيبها لحد ما تدبل خالص. كده هنا هي اتعملت معايا. هحط انا بقى البتنجان والفلفل على بعض، وهبتدي ان انا انزل بيها. كده انا معايا طبق البتنجان خلص. هنا ده نص كيلو التوم اللي انا جايباه، قشرته وهبتدي ان انا افرمه في الكب، وعينته في علبه كده وادخله بقى الفريزر. وكان معايا بتنجانتين هبتدي ان انا اعملهم غنوج. اللي هي طحينه البتنجان. هبتدي ان انا اشويهم على النار. هنا معايا تشوي، ببتدي بقى ان انا اقشرها من كل القشر الاسود اللي عليها. بعد ما قشرتها هبتدي بقى ان انا اهرس فيها كده بالشوكة لحد ما تتهرس معايا خالص. وبعد ما اهرسها هحضر لها بقى الطحينة. حطيت معلقتين توم وعليهم الطحينة، وهقلب فيها. بعد كده هنزل بالملح والفلفل وكمون، وهعصر عليها ليمونة. انا بحط لها الخل. هنزل بقى عليها بشوية مية دافين، وهبتدي ان انا اقلبها كويس مع بعض. وبعدين هقوم نازلة عليها بالبتنجان واقلبها. وكده انا البتنجان عندي جاهز. حاجات بسيطة بس هتحطيها في التلاجة هتنفعك.
البتاع ده جه بعد كده. ده هنا بعد ما قليت الفلفل. هنا كنت سخنت ميه لحد ما غليت، وبعدين هنزل فيها بالبتنجان بعد ما نضفته وغسلته. انا عايزاه مسلوق عشان احشيه. هسيبه بس كده شويه، واول ما تحسي بس ان البتنجانه كده، ما تسيبهاش طبعا كتير عشان ما تتهريش. اول ما احس بس ان انا كده طريت معايا بطلعها واسيبها تتصفى شويه. هنا كنت طلعتها. هبتدي ان انا افتح بس حته كده منها عشان اعرف احشيها. تتفتح معايا بسهوله. هنا الاول بعك بس صباعي كده بالملح وبمشيه جواها. وهنا الخلطه اللي انا عملتها، جبت فلفل رومي، فلفل الوان، وقرن شطه، وحطيت معاهم فصين توم وضربتهم في الكبه، وهعصر عليهم ليمونه والملح بتاعي. وهنا حطيت لها كمون. طبعا لو حابه تضيفي لها شطه او هريسه شطه تبقى حلوه قوي. هنا دي لما قطعتها. هنا انا كده خلصتهم. دي الطماطم، وده البتنجان بعد ما حشيته، وبعد كده بعصر عليهم في الاخر برضو ليمون. ده طبق الفلفل والبتنجان. بعد كده بقى هجيب اللفت وهغسله كويس جدا بليفة تكون مخصصة للخضار. وده بنجر. كده انا قطعته. هروح بقى اغسله كويس. ودي ميه للتمليح. بشرت الجزر. وهنا بعد ما قطعت اللفت وحطيت لها 3 معالق ملح. ما بحط لهاش انا خل ولا اي حاجه من دي. هو الملح وبشرة البنجر. هنا غطيتها. هبتدي ان انا اقوم جايبه كيس اغطي بيه البرطمان بتاعي، وهقفله بالغطا كده، وتفتح عليه بعد 3 ايام. هنا انا كنت فصصت الرمان، وانا بحب احط على الرمان سكر، وساعات بحط عليه ميه كمان، يبقى طعمه حلو أوي.